استجابة لطلب الأخ عبد الله. نعم. نصيحتك أيها المتلقي، اجعل عقلك حاكما عليك أيا كان المتلقي، أيا ما كان. لا تسلم عقلك لأحد. الله سائلك عن عقلك وأنت مكلف بعقلك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والعقل هادي يا دكتور. لو لم يكن هناك عقل ما صار تكليف، ما كان تكليف. لكن لما يقول لك يعني وش أقول لك، يعني أنتم كل أبوكم سمعتم مثلا أكثر مني، يمكن أجزم بأن 90% من مشاهدي ومشاهديك يعرفون من هذه الروايات التي يضحك عليها الأطفال أكثر مني. صحيح. كانوا في الطيارة وما أدري شلون وكادت الطيارة أن تقع، فصاحوا بصاحب الزمان فخرج فتح الكبوت وصلح الطيارة وهي تمشي. هاي تمشي على حد؟ ولا أسد جاء وطأطأ رأسه فقبل يده وقال إن لبؤتي فيها مخاض، وقال شوف ترى ما صدقت أجيب لكم واحدة أكبر منها، ما تقعدون. فمثل هذا الكلام الذي يعني كيف ينطلي على العقول؟ صحيح. نحن نعلم أن الله على كل شيء قدير ونؤمن بالمعجزات ونؤمن بالكرامات، لكن أيضا طيارة عاد وافتح كبوت. فالقضية أكبر من هذا. لا تسلم عقلك يا أخي. خلك الآن في مقام، لا ننظر إلى قضية آل البيت، خلنا ننظر في مقام رب آل البيت. أين مقام رب آل البيت يا جماعة؟ أين مقام رب آل البيت؟ أين هو؟ أين هو الذي خلق آل البيت؟ إذا كان الله تعالى نفى عن نفسه الصاحبة والولد، وأنزل آل البيت أعظم من الصاحبة والولد. لا إله إلا الله، سبحان الله. يرضى لرضاهم، لا يصنع إلا ما يرضون ولا يصنع إلا ما يغضبون. نحن نقول من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضهم. نحن نقول كلمة: ربحنا عليا وآل البيت رضي الله تعالى عنهم ولم نخسر الصحابة. بس نحن نحبهم لحب الله لهم. احنا دين يا شيخ، نحن نحبهم دين، وهم يستحقون الحب لذواتهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نحن نحبهم لذواتهم. وأنا لا ليست حلقتي اليوم أن أتكلم عن هذا الموضوع، لكن أنا أقول الكلمة: أنت كمتلقي حلل هذه الكلمة، فكك هذه الكلمة. لا تجعل عقلك مأسور للآخرين، سواء كنت سنيا أو شيعيا أو حتى كلامي الآن. أنا كلامي ما هو وحي، كلام الله هو الذي لا يفكر فيه، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي لا ينازع فيها. فكن على بينة من أمرك. غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اعرض كل شيء على كتاب الله وسنة رسوله. وتختم بقي 3 دقائق. طيب، ولعلي تعطينا رسائل. طيب،